السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بوصفة، يعني عايزه اقول لكم اسهل اكل في التاريخ، ما تاخدش معاكي 5 دقايق بالظبط تحضيرها واستواها في الفرن طبعا. انا عندي هنا قلت بدل ما اشوح الخضار في طاسه او في حله، يعني انا كده كده هحط الاكل في الطاجن. تمام، احنا هنعمل طاجن خضار. اي خضار عندك انتي عايزاه، يعني هو شبيه للتورلي بس هو مش تورلي بالظبط. تمام. عندي طاجن هنا، حطيت معلقه من السمنه وعندي بصلايه مقطعاها ونزلت عليها بالتوابل. طب التوابل ايه؟ ملح وكزبره وكمون وفلفل اسود وتوابل لحمه، دي التوابل اللي انا حطيتها بس. تمام. شوحت البصلايه كده 5 دقايق، نزلت عليها بالفلفل. كنت مقطعه فلفل رومي وفلفل شطه، طبعا ده على حسب الرغبه. تمام. بعد كده عندي بطاطس مقطعاها مكعبات او مربعات زي ما بتقولوا، حطيتها عليهم وشوحتهم. زي ما واخدين بالكم كده انا مش بتاخر، يعني كله ورا بعضيه، الخضار ورا بعضيه، لان انا يعتبر هعملها ني في ني، فاهمني؟ فمش عايزه بقى ايه البصله تدبل والفلفل يتشوح والبطاطس مش عارف ايه، لا لا، يعني كله ورا بعضيه. البصله كده بس ايه مع التوابل، نزلت عليها بالفلفل، بعد كده البطاطس تبلتهم بقى مع التوابل، وحسيت ان الخضار بتاعي اتغلف بالتوابل اللي انا حطيتها. عندي اللحمه مسلوقه وجاهزه، لحمه عادي سلقاها. هبدا بقى احط اللحمه اللي انا عايزاها، القطع اللي انا عايزاها. تمام. فانا حطيت اللحمه دي زي ما انتم شايفين اهو كده اهو. وبعد كده هصفي الشوربه، هاخد من شوربه اللحمه. تمام. زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هصفيها عشان طبعا الخضار اللي احنا بنبقى حاطينه عشان ينكه الشوربه والورق اللوري والحبهان والكلام ده ما ينزلش في قلب الطاجن معايا يعني. بعد كده عندي الصلصه جاهزه، طبعا انتوا عارفين ان انا بعمل الصلصه في البيت وبجهزها. فالصلصه عندي جاهزه، نزلت طبعا بالصلصه زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بدوق الملح، لو لقيته مظبوط تمام مفيش مشكله، زودته بس كده شويه ميه لان كانت الشوربه عندي خلصت. وحطيت كمان معلقتين من الصلصه وحطيتها في الفرن. فضلت سايباه في الفرن لحد تمام السوا، لحد ما لقيت الخضار بتاعي استوى. انا بحب الطاجن بتاعي ياخد لون من، يعني ياخد وش حلو كده محمر. انت طبعا بتطلعيه على حسب ما انت عايزه، يعني انت بتسوي الوش ده على حسب رغبتك انت. تمام. زي ما انتم شايفين معايا كده. يعني شكله تحفه وخرافه جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.